النعال ذا حرف الأم بالإنجليزية. لا يزال فريقنا جيوغرافيك يبحث عن السر وراء تعاقب الأجيال على ارتداء هذا النعل، فهو متوفر منذ عقود بل قرون بكل الأحجام والمقاييس، ولا يكاد يخلو منه بيت عراقي. وما يميز هذا النعل أنه لا يخلو جسد طفل عراقي من ضربته المطاطية تصمت صمت، فلا تزال الأسرة العراقية تعاقب أبنائها به وبضرباته اللاسعة، كما إنه يحوي على فتحات وثقوب للتهوية. سألنا أحد المختصين عن كيفية الضرب به، فيجيبكم عن ذلك المختص في فنون الصمت بهذا النعل صمات النعلشي. هنالك 3 أنواع من الضربات التي نستخدمها بهذا النعل. الأولى ساسوكي سطح، وهي يضرب الطفل على فخذه من إحدى الجهتين، والثانية نينجا سنتر، وهي ضربة مسنترة على الرأس، والثالثة والأخيرة جريندايزر طياري، وهي من بعيد مع قنص الهدف ومراعاة اتجاه الرياح. ولا يزال السر مخفيا عن سبب تعاقب الأجيال العراقية على هذا النعل، سواء من ناحية الضرب أو الارتداء. شرفك دوس على الدقمة، دوس على الدقمة، ايش خسران؟ هسه لا هي بفلوس ولا هي بصخام، اجعصها ايش بيك؟